اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم وشكل اللابتوب. شكل اللابتوب زي ما انت شايف كده خامته كلها من الكربون فايبر، هتلاقي بس الحروف بتاعته اللي هي من الجنب دي بتبقى معدن زي ما انت شايف كده، وكمان فتحات التهويه بتاعته من ورا هتلاقيها فتحات تخينه جدا. بالمناسبه اللابتوب ده فيه مروحتين، واحده هنا وواحده هنا، دي برده بتساعد في التبريد، وهتلاقي برده فيه مخارج تهويه من تحت برده للمروحتين وللرامات والهارد. بقيه الخامه كلها يعني الظهر كله من هنا من الكربون فايبر، وكمان شاشته معاك لحد 180 درجه اهو. فتحنا اللابتوب للاخر، من هنا برده هتلاقي الخامات دي كلها من الكربون فايبر. زدنا عليه ال 3 دي ماكس والاوتوكاد وطبعا الفوتوشوب والاستريتور، وفتحنا عليه الاربع برامج مع بعض، ادي ال 3 دي ماكس وادي الاوتوكاد وكمان الفوتوشوب والاستريتور فاتحين جنب بعض. وما شاء الله برده هنجرب واحد واحد ونخلي برده الاربعه شغالين مع بعض، وما شاء الله كلهم شغالين كويس جدا. الفوتوشوب شغال كويس قوي، وكمان الاستريتور وكمان الماكس والكاد شغالين مع بعض. عملنا تصميمات خفيفه بس يعني شغاله كويس جدا عشان اللابتوب ده مخصص للبرامج الهندسيه، فهتلاقي اداؤه وما شاء الله نفسه طويل ومش بيهنج بسهوله. جربنا عليه كمان العاب، نزلنا لعبه اسمها سبايدر مان وبرده شغاله كويس جدا. عملنا الاعداد بتاعتها على المتوسط وما شاء الله شغاله كويس من غير اي تهنيج او اي لاج. بس لو انت حابب مثلا تزود الاداء بتاعها هتضطر تشتري رامه كمان 16 جيجا، يعني تخلي الرامات بتاعت اللابتوب 32 جيجا، هتلاقي اداؤه معاك بقى اسرع بكتير جدا سواء في الالعاب او برامج الهندسيه التقيله. وكمان بالمناسبه الشاحن بتاع اللابتوب ده نازل بشاحن 180 واط، وده المدرج بتاعه بينزل مش اقل من كده.